ازيكم عاملين ايه؟ تعالوا النهارده نعمل احلى وصفه كحك. بصي يعني هو الكحك العادي الصغير، بس لا والله هتعملي احلى كيلو كحك تحفه، طعم خيال ودايب. وكمان هنعملوه ب 500 جرام سمنه بس، مش 550. تحفه. وما تنسونيش باللايك والشير عشان اقدر انزل لكم كل جديد. ويلا بينا نصلي على اشرف خلق الله ونبدا. اول حاجه انا عندي كوبايه ميه دافيه، حطيت عليها معلقه سكر، وبعد كده احط عليها باكت خميره، كيس خميره، وهسيبها اركنها على جنب. انا عامله 2 كيلو، انت ممكن تعملي كيلو واحد. هحط على 2 كيلو ايه؟ بصي سهل جدا. الخليل الاول حطيت عليه 3 معالق سكر بودره، وبعد كده انا مسخنه السمنه. انا عندي، اللهم صل على النبي، السمنه عندي كيلو، وحطيت 500 جرام سمنه. يعني انت حطي على الكيلو 500 مش 550. حطيت انا ال 500 جنيه، ال 500 جرام، حطيت 2 كيلو يبقى كيلو سمنه. هنا انا حطيت عليها 4 معالق سمسم. وبعد السمسم ده ما تعملوش على النار، كده كده السمنه انا اتحاها. هتاكلي احلى شويه كحك بجد والله دايب. هقلبهم كده كويس مع بعض. وبالمناسبة أنا بشكركم جدا لأي حد دخل اشترك لي، وبجد شكرا لأهل سوريا وربنا يخليهم. بجد شكرا ليهم كلهم. النهار بصي هنا أنا عملت ايه، بدأت كده بالمعلقة عشان هي لسه سخنة، قلبتهم كده كلهم مع بعضهم. وبعد كده هبدأ أبسها. أهم حاجة في الكحك، خدي كده قاعدة، إن الكحك لازم تبسيه، لازم الدقيق بالسمنة والحبيبات بتاعتها تتغلغل. هنا أنا حطيت حاجة صغنونة، بيكنج باودر، وبعد كده حطيت ريحة الموز. طب أنا ما حطيتش في الأول ليه البيكنج باودر؟ ما ينفعش أحط وأنا هحط سمنة، حاجة مقدوحة كده هضيق، يعني مش هيتفاعل معايا. حاجه صغيره خالص. بعد كده انا قلبته كده كويس قوي لحد ما بصي خليت السمنه مع دي بس كويس كلها. بعد كده هنزل بالخميره بتاعتي، هقلبها كده كويس. انا مش بعجن، انا هدخل كل الميه بس ايه، في العجينه بتاعتي. احطها كده وكده خلاص. هقول لك على تركيه حلوه قوي. العجينه الكحك كده ممكن تشتغلي بيها وممكن لا. بصي هقول لك على تركيه هتطلعها لك حلوه قوي. حطيها، غطيها بكيس بلاستيك وحطيها في التلاجة لمده 3 ساعات. عايزه تسيبيها وتعمليها تاني يوم زي ما انت عايزه. انا حطيتها في التلاجة 3 4 ساعات. مسكتها بصي كل حته كده مسكتها، عملتها في ايديا لحد ما بدات تطرى خالص. وبعد كده جوفتها وحطيت فيها الملبن، وهبدا كده اشتغل بيها بالمنقاش. التركية دي ان انت بتحطي العجينه بتاعت الكحك في التلاجة. بعد كده لما بتطلعيها تشتغلي فيها، بتدي نتيجه حلوه قوي. يعني بصي ممكن تعمليها كلها، انك تعمليها بايديكي كده لحد ما تطرى، او ممكن حته حته. انا بصراحه بقول لك لا، خدي قطعه قطعه واعمليها بايديكي، حنيناها بايديكي كده هتبقى معاكي طريه وسهله جدا. والملبن انا جوفتها من جوه، وبعد كده حطيت الملبن فيها. بصي بالمنقاش، بصي شكلها بجد خرافه والله. والنقشه بتاعتها زي ما شفتي اول الفيديو، مش هتروح ولا حاجه. ده شكل تاني اللي هو الشكل المنتشر الايام دي، اللي هو على شكل الشجره. وهو بصي عملتها ازاي بجد تحفه. كده احنا خلاص. هرص انا في الصواني، وبعد كده هندخلها على درجه حراره. الكحك ما بياخدش نار واطي هاديه قوي، لا النار بتبقى متوسطه، وتبقى مولعه مشغله من تحت ومن فوق. هنا بصي ده شكل تاني بغطا الازازه. حطي كده غطا الازازه في النص، وبعد كده قفليها. لو انت عايزه تعملي الشكل المدور، بصي الشكل المدور كده، وهنقشه برضو اهو. ده الشكل المدور وانا نقشته كده، وانا عندي مسخنه الفرن. اول ما اخلص الصاجات كلها هبدا ادخل واحد واحد. دي بصي برضو فكره تانية. بصي كده بعد ما خلصنا شكله بجد تحفه. هندخله الفرن، مش هيكمل معانا كده عشان الملبن ما نسيبوش ايه. لو الكحك عامه لما انا بحطه على نار هاديه جدا، الملبن بيمتص وينشف. لا انا بحطه على نار متوسطه، وبرده براقبه كل شويه كده واشوف. اول ما ياخد لون من تحت اوطي من تحت، اوطفي او واخد لون من فوق، يبقى كده خلاص. الملبنه طالعه من جوه دايبه. الكحكايه بجد بصي، يعني هوريكي واحده انا قطعاها. بصي بصي والله دايب. وكده احنا وصلنا لاخر الفيديو. والسلام عليكم، اشوفكم في فيديو جديد.